اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. حطوا لي بقى لايك للفيديو، لو بتشوفني لأول مرة يا ريت تشتركوا. في البداية كده انا بعتذر لكم على صوتي. بس والله العظيم انا والولاد يعني واخدين دور برد رهيب رهيب رهيب. انا يمكن عمري في حياتي ما تعبت التعب ده. انتوا متخيلين ان انا ما بق... يعني ما بقدرش ارفع راسي من على المخدة؟ والله العظيم عارفين الدوخة؟ عارفين الدوخة اللي انتوا مش قادرين ترفعوا راسكم على المخدة ولا قادرين تناموا اصلا، وكل حتة فيكم كده بتتألم. يعني انا وولادي زي كده، ما اعرفش ايه الدور ده، بس شكله كده ده الفيروس المنتشر الفترة دي. فبعتذر لكم طبعا على الصوت، وانتوا طبعا شفتوا شكل المطبخ عامل ازاي. الفترة اللي فاتت دي يعني المطبخ كان اخري فيه ان انا مثلا ايه، اغسل المواعين واطبخ واروح مسح البوتاجاز كده من فوق وخلاص. مش كنت بعمل فيه اكتر من كده. لكن ان انا انضفه بالتنظيف عميق والكلام ده ما كانش بيحصل بصراحة. وطبعا بدأت اليوم معاكم ان انا فطرت اهو. انا عامله لكم الروتين ده. يومها تعبت بالليل، يومها بالليل تعبت. بعد ما خلصت الروتين ده، طبعا الروتين ده متصور لكم على جزئين. انا هو كان طويل خالص فانا عملته لكم كده على جزئين. فان شاء الله الجزء التاني ينزل لكم بكره. انا مش كنت قادره اصلا اسجل ولا انزل لكم حاجه، بس ايه، عشان طبعا رمضان، كل سنه وانتم طيبين. مش كان هينفع ينزل بعد رمضان، كان الموضوع هيبقى بايخ بصراحه. فاستحملوني بقى واستحملوا الصوت، هعتذر منكم. طبعا فطرت كده زي ما انتم شايفين كده بشاي على لبن وسندوتش جبنه رومي، وبعد كده ايه كان عندي شويه مواعين. مش كانوا كتير لان انا كده كده بغسل يعني اول باول. بس يعتبر الكوبايات كلها مش كانت نظيفه. لان كنا بنشرب يعني سوائل سخنة وكده. فغسلت كده كل حاجة اهو. ببدأ طبعا بالكوبايات زي ما انتم متعودين معايا. وعرفوني بقى عملتوا، اكيد طبعا اكيد انا اخر واحدة بتنزل لكم التنظيفات. فاكيد كلكم شاطرين وكلكم عملتوا الكلام ده من زمان. خلصت كده المواعين اهو، خلصت كده من اول حاجة. بعد كده كانت عندي علبة الستاند بتاع البهارات ده، شايفين عامل ازاي. انا جايبه لكم كل حاجه على الطبيعه، مش فيه يعني ايه. هعمل كل حاجه كده قدامكم. لان زي ما بقول لكم انا بقالي فتره ما بعملش حاجه اصلا، يعني ما بعملش حاجه غير ان انا بغسل مواعين. طبعا بره الحاجات التانية بعملها مع الولاد والبيت والكلام ده. لكن في المطبخ كان اخر ان انا امسح البوتاجاز من فوق كده بالفوطه، واغسل المواعين اللي مش بتبقى نظيفه، وبروح مسح الرخامه وخلاص. لكن تنظيف عميق لا. طبعا اول حاجه عملتها ان انا فضيت كده كل التوابل في الاطباق الصغيره دي. حطيت كده كل نوع لوحده. وشغلت بقى الميه السخنه، كانت الميه دي من نار كده نازله. علشان خاطر الدهون اللي ماسكه كده على البتاع اللي انا ماسكاها دي كانت مش عايزه تطلع. فكنت بشغل عليها الميه السخنه خالص. وببتدي ان انا اغسلها طبعا بسلكه الخشنه دي. انا السلك الخشن ده مش بينمنع من عندي، يعني لازم دايما يكون عندي كده. حلو بصراحه. بحب استخدمه جدا، سواء بتغسلي بيه الحوض او سواء بتغسلي بيه البوتاجاز او الحله مثلا من تحت لو هي مش نظيفه. فالسلك الخشن ده بيطلع معاكي اي حاجه. انا طبعا كنت بحاول انضفها كويس لان هي كانت مش نظيفه خالص بصراحه. حتى جبت الفرشه كده يعني بغسل بالفرشه دي، الفرشه دي بتاعه المطبخ. بغسل يعني بقى البوتاجاز وكده. بغسل بقى الحتت اللي بتكون ايدي مش عارفه تجيبها. فهي مش كانت عايزه تنضف فنضفتها نوعا ما طبعا. وبعد كده عندي علب البهارات اهو، كنت بخمرها. بحط كده فيها ميه سخنه علشان خاطر تسهل عليا الغسيل. وهغسل كده علبه علبه، شايفين. طبعا علبه البهارات دي حلوه بصراحه وعمليه بالنسبه لي. غير بقى العلب التانية بتكون صغيره خالص، دي ما بحبهاش بصراحه. يعني انا احب علب البهارات تاخد بهارات معايا، مش ان هي تكون علبه منظر كده وخلاص، ولا بعرف افضي منها ولا بعرف احط فيها حاجه. يعني دي حلوه نوعا ما. وكمان لو اكبر من كده تبقى احسن واحسن، يعني ان شاء الله قدام. قدام يبقى اجيب العلب الاكبر من دي. عشان الواحد لما يطحن التوابل يكون حاطط كميه، مش كل شويه يطحن. لان انا بزهق من الموضوع ده. يعني بزهق من ان انا لما باجي مثلا اطحن كمون، مش بطحن كتير. علشان خاطر بقى على قد العلبه بروح حاطه فيها الكمون.
فبيخلص بعد فترة اروح طحنة تاني. فموضوع ممل بصراحة. انا كده غسلت التوابل اهي، والبوتاجاز زي ما بقول لكم انا ما كنتش بغسله، كان بس بمشي كده عليه الفوطة. وطبعا البوتاجاز لما بتطبخي بقى بيقع على حاجات، والقهوة بقى والشاي اللي سليمان بيعمل قهوة احيانا بتفور منه كده على العين اللي هناك الاخيرة دي مخصصة عندنا للشاي والقهوة. والشاي مثلا بوز البراد يروح منزل شاي على العين، فهي العين السودة خالص دي بتاعت الشاي والقهوة. طبعا انا مش هغسل بسترس ولا تاتش ولا الكلام ده كله خالص، بوظ ايدي اصلا. وحسيت ان هو بوظ البوتاجاز برضو، يعني الاستانلس ما مش زي زمان، انتوا فاهمين، بيطبع كده حتت بيضة الحاجات دي. فقلت ايه، لا بالسلك الخشنة، وهروح حاطة البريل العادي ده، وهروح غسلة بيه عادي يعني. هو كده كده مش كان يعني ايه، البوتاجاز مش كان متبهدل البهدلة اللي هي، لا هو بس حتت ناشفة كده مكان ما بقول لكم القهوة اللي بتقع. لكن البوتاجاز نوعا ما كان مش متبهدل جدا يعني. والعين الكبيرة دي دايما بطبخ عليها، اللي انا بغسل فيها حاليا دي دايما في مستوى ايدي، ودي دايما بطبخ عليها وبستسهل عليها الطبيخ. يعني العين اللي في النص دي نادرا لما بشغلها بصراحة، بس بلاقيها برضو اتبهدلت، يعني مش بشغلها وبلاقيها اتبهدلت. وبالفرشة كده شايفين الحتت اللي بتكون الزاوية صغيرة دي وايدي مش عارفة تجيبها، بروح ممشية فيها الفرشة كده. طبعا العين الأخيرة بتاعت الشاي والقهوة دي هي اللي أخدت معايا وقت، لأنها كان الحاجات ناشفة عليها، فهي دي كانت عايزة ايه، كنت عايزة يترش عليها أي حاجة مزيلة للدهون عشان خاطر ايه، تساعد كده ان هي تنزل. بس أنا ما رشتش بصراحة. والإزاز، والله العظيم أنا قلت يا ريتني من ساعة ما جبت البوتاجاز ده كنت شلت الإزاز، مش لصنف اللازمة بصراحة. يعني بالنسبة لي البوتاجاز من غير إزاز أشيك و... وأحسن. الإزاز ده مش بينوبك حاجة منه غير ان انت كل شوية تغسليه في الفاضي كده، وبيتبهدل في الفاضي. اي دهون بقى، لو بتحمري بطاطس بتحمري اي حاجة، بيروح متطرطش عليه وخلاص على كده، مش مستفادة منه. فانت والله لو عندك ازاز بوتاجاز زي كده وكل شوية تغسليه، شيليه. انا بالنسبة لي لو اتشال احسن. وتروحي مثلا في ظهر البوتاجاز كده تحط خلفية اي حاجة، يعني ستيكر كده تلزقيه، بتاع الكيتشن ده مثلا، او فنجان، او معرفش ايه الاشكال اللي بتتلزق دي. فبالنسبه لي كده احلى بصراحه. والله العظيم انا مش قادره اسجل لكم يعني انا باخد نفسي بالعافيه، بس الحمد لله على كل حال. ربنا يشفيني ويشفي ولادي ويشفي ولادكم يا رب، وخليكم كده وخلي ولادكم ليكوا، ويبعد عنكم كل شر ويبعد عنا كل شر يا رب. غسلت كده البوتاجاز اهو، وجبت كده الفوطه، ببتدي ان انا اشيل كل الصابون بقى اللي على البوتاجاز واللي على المرايه. وعندي هنا ملمع الزجاج ده، قلت كده ألمع بيه المراية بتاعة البوتاجاز علشان خاطر تكون حلوة معايا. وهرش برضو شوية على الاستانلس كده. لما بترش ملمع من ده بيخلي كده الاستانلس معاك ينور، وبيخلي الازاز برضو معاك ينور. هنزل كده على العيون برضو، مسكت واحدة واحدة كده ونضفتها. والفرن هو الفرن كان نظيف، مش كان في حاجة غير ورقة السلوفان دي، كنت فرداها كده على الصاج اللي جوه، شلته ورميته خلاص. والفرن اصلا مش كان متبهدل يعني. اهو شكله شايفين. حاجة بقى هنا للمعركة الكبيرة، المعركة الخطيرة العيون بقى، مسكت عين كده غسلتها. اكتر حاجة بتزهقني في موضوع البوتاجاز العيون والحوامل. لان انت بتمسكي عين كده، وبتكون بقى عليها السواد اللي انتوا شايفين الحاجات السوداء اللي بتكون لازقة دي، بتحير جدا جدا في الشيل بصراحة. فمسكت واحدة واحدة وبحرف السلكة كده اضغط كده بايدي. انا بقول لكم الروتين ده والله العظيم تعبت فيه جدا، ويعني انا كنت داخله على بدايه تعب، بس مع ذلك وقفت كده وعملته. كنت عارفه نفسي، كنت حاسه بنفسي يعني انا هتعب، ومع ذلك عملته. عشان مش عايزاكم تزعلوا مني ان انا مقصره معاكم في القناه، فمعلش بقى اعذروني. شايفين دي العين الكبيره، بقول لكم انا مش بشغلها وبتتبهدل ازاي، والله العظيم ما بشغلها. يعني من يوم ما اجت يمكن كام مره كده، من يوم ما جبت البوتاجاز ده كام مره يتعدى على الصوابع كده اللي شغلت فيها العين الكبيره دي.
بس بتتبهدل من العيون التانية. فانا معظم الوقت اصلا بغلفها يعني، بس المرة دي نسيت اغلفها. بروح حاطة كده عليها ورق فويل، واغلفها بيه علشان خاطر ما يجيش عليها اي دهون ولا الكلام ده. طبعا الحوامل، في فكرة للحوامل، لو الحوامل مثلا عندك عليها دهون كتير، شغلي الفرن وحطها في الفرن لما تسخن خالص، روح مطلعاها ماسكاها بالفوطة بتاعة المطبخ وبسلكة ناشفة، بتروح ماشية كده السلكة الناشفة عليها، بتنزل كل الدهون معاكي. لكن الحوامل عندي كانت يعني نوعا ما مش عليها دهون كتير، مش استدعى ان انا اعمل الحركة دي. فيدوب كده بحط السلكة في الصابون وبغسلها كده وخلاص، بتنضف معايا وحلوة وزي الفل اهي. شايفين؟ طبعا انتوا شايفين الروتين ده اتعمل لكم، انتوا شايفين يعني ايه الحاجات، الاحداث جايه ورا بعض كده بسهوله. لكن لو عشتوا في الوضع نفسه هترقعوا بصوت زيي. طبعا التلاجة كانت برضو بقالها فترة مش بعمل فيها حاجة خالص خالص خالص، مش بغسلها. وكان كل حاجة كده فوق بعضيها زي ما انتوا شايفين، الأكياس بقى خضرة والسبانخ ومعرفش ايه على ايه، فكان فيها أكياس كتير. وكان في حاجات بايظة من الخضار، مثلا كام قرن فلفل كده بايظين على ربطة خضرة بايظة، مش عارفة ايه. فقلت كده اما اطلع كله وارميه وانضف كده التلاجة دي. اهو شايفين، وكمية ادوية بقى في البيبان بقى وكنت حاطة علبتين كده بمنظمات كده فيهم ادوية برضو، طلعتهم. وعندي العسل والطحينة دول قرفني. شايفين العسل؟ يعني اللي على باب التلاجة ده عسل. فالعسل بقى لما بتيجي تفض منه كنت حاطه تحته منديل، لو انتوا لاحظتوا كنت هتشوفوا منديل كده في الرف، بس برضو كان مبهدل لي الرف، فطلعت ده كله كده عشان اغسله. اهو انا قلبت كمية مية في الفيديو ده، كنت عايمة كده في المية. كان الجلابية اللي انا لابساها دي من تحت اتغرقت مية، ومن فوق من عندي كده ما بقف على الحوض، لان انا وقفت على الحوض كتير في الفيديو ده. فكان كل هدومي حتى الهدوم اللي تحت اجى عليها مية. فده طبعا ده اللي تعبنا اكتر. فاهمين؟ لما انتوا تكونوا في بداية برد مثلا، بس برد عادي، وتيجوا بقى تغسلوا وتقعدوا كده في المية في الساعة دي. الايام دي احنا في اسكندرية الجو برد موت اصلا، الفترة دي الجو ساقع جدا. يعني لما بنزل الشرقية بستغرب، هناك بيكونوا بردانين، بس بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لنا انا واستمان كده لما بننزل بيكون صيف، بنقول لهم انتوا بردانين ازاي، ده الجو صيف. فالبرد بقى خدته انا كله كده، الجلابية بتاعتي كلها كانت مية من قدام ومن تحت. فالموضوع كان صعب يعني. طبعا غسلت التلاجة وشطفتها زي ما انت شفتوا، ومن بره برضه هغسلها هي والفريزر كده واشطفهم عشان خاطر اي تطبيع عليهم. كنت لازقه السنه اللي فاتت عليها بتاع الطمطم دي زي بوجي اللي ملزوق على الفريزر ده، وشلت الاستيكر بس شايفين مكانه مش عايز يتشال. يعني الحته البيضه اللي على التلاجة اللي لازقه اللي انتوا شايفينها دي مكان الاستيكر اللي انا كنت لازقاه، مش راضي يتشال. فقلت انا مش هلزق عليها حاجه تاني. جيت بقى هنا لكل الارفف اهو، بفتح كده عليها المية الأول علشان تخمرها معايا، لأن كان في حاجات لازقة زي ما بقول لكم، كان العسل كده واقع ولازق. فده طلعوا معايا بسهولة يعني. الأرفف دي ما أخدتش معايا أي وقت والله، يعني غسيل التلاجة ما بياخدش أي وقت، بس هو كسل بقى مننا، أو مثلا انت ما بتكونش فاضية وراك حاجات تانية. فيمكن هي علشان حاجة مقفولة مثلا فمش جاية قدام عينك، فانت بتكسل عليها تغسليها. تفهماني؟ يعني الحاجة كده لما تكون مقفولة بتكون خلاص مقفولة باللي فيها. مقفولة على اللي فيها زي ما بقولوا. لكن لما بتكون مبينة قدام عينك بتبقى ممكن ايدك دايما تكون فيها زي البوتاجاز. يعني انا بقول لكم دايما كنت بمسحه بالفوطة كده. نعم مش غسلته غسلة عميقة من زمان، لكن دايما الفوطة كانت في ايدي، بمشي كده على البوتاجاز اي حاجة تقع بروح مسحاها علشان المنظر مش يضايقني، لان انا ما بحبش اصلا البوتاجاز يكون متبهدل. هنا بقى مسكت الارفف دي غسلتها اهو، الازاز دي كنت بغسلها وخايفة تتكسر والله. كنتش اصلا عارفة احط الحاجات فين، لان الرخامات حواليا
كانت مليانة 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 الأكياس بقى اللي طلعت من التلاجة، مع الحاجات بتاعة البوتاجاز اللي أنا غسلاهم، مع حاجة التلاجة. أنا ما كنتش أصلا عارفة أحط الحاجات فين، يعني حرفيا الرخامة كلها كانت مليانة عندي. هشطف كده رف رف اهو، وهحطهم كده بقى عشان يتصفوا، علشان كده أكون خلصت من بند التلاجة. أنا كده ماشية معاكم واحدة واحدة، يعني دي تنظيفة عميقة، وأنا عارفة إن أنا آخر واحدة بتعمل كده. أكيد كلكم أصلا عملتوا وخلصتوا، فالفيديو ده بالنسبة لكم مش ليه لازمة، أنا عارفة يعني. بس معلش بقى، هو أنا ما إيه، مش كان هيبقى في فيديو أصلا. بس كويس إن أنا اتصورت والله، كويس إن أنا يعني اتشجعت كده وصورت، لأن أنا كنت كسلانة أصلا يعني. فقلت اما اعمل كده الحاجات الصعبة دي وانا فترة، علشان طبعا الصيام. أم، يعني ايه، الواحد مثلا يكون على قد ان هو يصوم ويقرأ قرآن ويجهز بقى الفطار، ويشوف برضه ولاده عشان في مدارس والمذاكرة. فقلت كده يعني. طبعا انا بقى فضيت الرخامات، حطيت كل الأكياس بتاعة التلاجة على السفرة بعيد كده اهو لو شايفينها، ومسكت بقى الرخامة كلها صبنتها، شايفين؟ علشان كان المنظر يعني تعبني نفسيا اصلا يعني. جيت هنا بقى للمطبخ من بره، كان برضو عليه حاجات لازقة كده، مش غسلته من زمان، كنت دايما كده بمشي على الفوطة. على فكرة انا اول مرة اغسله بالطريقة دي، يعني اول مرة اغسله بكمية المية دي. دايما كده بروح بالفوطة، حط عليها صابون وغسله بالفوطة، لكن مش بغسله بالاسبونشة يعني. بس عشان بقى الحاجات كانت لازقة ومش هتطلع، فما كانش ينفع معاها فوطة، مش كان هينفع ان انا امسحه بفوطة، كان لازم اغسله زي ما انتوا شايفين كده بالاسبونشة. فغسلته شطفت اهو، شايفين؟ طبعا الادراج المفتوحة دي هي كده. هو المطبخ ده يعني تحسه ريح كده، مش فاهمة ليه، او ايه العيب مثلا ان المطبخ الادراج تروح مفتوحة لوحديها؟ بيكون عيب ايه؟ مش عارفة، عيب خشب ولا عيب نجار ولا عيب ارضية، ما تفهموش في ايه بصراحة. فموضوع رخم خالص ان الادراج كده تفضل تتفتح وافضل اقفلها، فما بترضاش تتقفل. لو حد هيقول لي يمكن وراها حاجات واقعة مثلا وهي اللي مش مخليه الدرج يتقفل، لا مش في حاجة واقعة وراها، هو الدرج لوحده كده بروح مفتوح، يعني لوحده كده بروح مفتوح، ومش ما بتقفلش قفلان كامل يعني. فيلا هعمل له ايه. غسلت برضو دي اللي تحت الحوض، دي اكتر مكان بيكون متبهدل، هي والحتة، هي والارفف اللي بتكون عند البوتاجاز، دول اكتر مكانين بيكونوا متبهدلين بصراحة. طبعا شايفين تحت الحوض كان متبهدل برضو. شلت كده كل المعطرات وكل المنظفات وكل الحاجات اللي بتكون تحت دي، شلتها كده. والغطاين دول كانوا بتوع علبتين بلاستيك كده، رميتهم، كانوا عندي، مش فاكرة العلبتين دول راحوا فين، بتهيألي اتكسروا، يعني علبتين اتكسروا بس الغطا بتاعهم لسه عندي، رحت رمياهم. ومسكت برضو الاسبونشة وغسلت كده تحت الحوض اهو، زي ما انتوا شايفين كده. دعكتها برضو كويس بس مرضتش اقلب مية علشان المية ما تروحش تحت ورا المطبخ، لان في فراغ كده بين السيراميك والمطبخ، فما قلبتش ميه عشان ما تقعش ورا. وغسلت برضو الضرفه دي من جوه وشطفتها اهو، واي ميه بقى زياده رحت شدها كده بالمساحه، وهبتدي ان انا ارص كل المنظفات والحاجات تاني اهو، شايفين؟ مش عارفه بقى التصوير واضح لكم، شايفين بالتفصيل انا بعمل ايه ولا ايه؟ انا بحاول كده اجيب زاويه الكاميرا علشان خاطر ايه، زي ما انت عارفين الواحد وهو بنضف بيكون يعني واخد راحته في التنظيف، فتميلي بقى تتحركي براحتك. فانا بحاول ايه، بزوم لكم يعني على الحاجه اللي انا بعملها. طبعا زي ما بقول لكم الضرفه برضه اللي بتكون عند البوتاجاز دي بتكون متبهدله، فغسلتها كويس جدا اهو. وجيت هنا على الغساله، كان عندي غسيل طلعته، دي الغساله برضه كانت عايزه تتمسح، لان الغساله لما بتكون جنب الحوض حاجه رخمه جدا بصراحه، مكانها بالنسبه لي مش مناسب خالص، لان طول ما انت بتغسلي اي مواعين، بتغسلي اي حاجه، اي ميه بتيجي على الغساله، فهي لو مكانها كان غير هنا كان احلى.
طبعا أنا دايما بغسل الغسالة ودايما بعمل لها دورة الخل دي، بفضي فيها كده ازازة خل واروح مشغلاها وتتغسل بقى مع نفسها. فالحلة اللي جوه بتكون بتلمع، والهدوم نفسها ما بتكونش فيها ريحة كمكمة، حتى الغسالة بتاعتك مش بيكون فيها ريحة. فانت كل فترة كده اعملي الحركة دي. لو كل شهر مثلا، كل شهر روح جايبة ازازة خل ابيض وقلبيها كده في الغسالة واعملي لها دورة غسيل. طبعا الفلتر اللي تحت ده برضو دايما بفضيه اهو، منزل شوية مية مش كتير. الفلتر ده بيكون بقى فيه حاجات برضو ماسكة كده، خيوط مثلا، وبيكون في مية. انت بقى الغسالة بتاعتك لو مش بتعصر كويس، او مثلا بيكون في الغسيل مية كده انت حاسة ان هو مش معصور حلو، فانت افتحي الفلتر اللي تحت ده وفضيه زي كده. وشلت المكان بتاع الاريال اهو اللي بحط فيه المسحوق، غسلته. ده برضو بشيله على طول وبغسله اهو، عشان مش يكون في اي اريال لازق كده ولا الكلام ده. تعالوا بقى للكارثة الكبيرة. ده ورا التلاجة ورا الفريزر. طبعا التلاجة والفريزر دول انا لو هقول لكم، يمكن من يوم ما سكننا هنا حوالي مرتين تلاتة بس اللي حركتهم من مكانهم، غير كده مش حركتهم من مكانهم. فيعني حوالي مرتين تلاتة، واحنا بقالنا سنة و3 شهور اهو يمكن في البيت ده. فقلت بقى لا مش بدها، لان انا بعمل تنظيف عميق زي ما بقول لكم. فزقيت بقى التلاجة والفريزر وجبت بقى المقشة كده ورميت بقى البريلا على الارض، وفضلت ادعك كده علشان خاطر نرجعهم على نظافة. شايفين اهو الفريزر مش تقيل ولا التلاجة، يعني هما لما بتيجي تشدوهم مش صعبين معاكم، لان السيراميك بيزحلقهم اصلا يعني. فبدأت كده بالمقشة. طبعا المقشة نصها مكسور انا مش بكنس بيها، انا سايباها بس ان انا ادعك بيها الارضية زي ما انتوا شايفين كده. لكن لما بكنس بالمكنسة بصراحة. حاليا بكنس بالمكنسة، بسهل على نفسي، ما بكنسش بمقش. لكن مثلا لو في ورق، في حاجات كبيرة المكنسة مش هتعرف تشفطها، بروح شايلها بإيدي. لو كام ورقة كده بروح لماهم، وبعد كده بجيب المكنسة تشفط يعني. رجعت كده التلاجة مكانها اهو، وبمسح كده برضو علشان خاطر ما يكونش فيه اي تطبيع على الارض. ورجعت الفريزر، شايفين مش بقول لكم تنظيف عميق. ورجعت برضو التربو لان انا مسحت تحته. شلت بقى كل حاجة لان انا عندي البوتاجاز كده في مستوى ايدي، بروح حاطه التوابل وحاطه الزيت وحاطه السمنة. فقلت كده اما اشيلهم من هنا. وانا كنت بصراحة عايزة اشيل انا معرفش ده اللي بتاع الاسود اللي على البوتاجاز من على الجنب ده بيتشال ولا لا. هل دي لزقة بتتشال ولا ده دهان اصلا في البوتاجاز؟ بس انا حاسة ان ده دهان البوتاجاز مش لزقة، لا. لان انا حاولت اشيله لقيته مش بيتشال. فكان في حتة ستيكر بس صغيرة كده عند الاستانلس من فوق، رحت شايلاها. لكن اللون الاسود ده شكله كده هو كده البوتاجاز هو كده. طبعا كان في حتت كده صفرة زي ما انت شايفين اهو من الدهون، لازقة كده على السيراميك من تحت. فجبت السلكة الخشنة وبدأت ان انا ادعكها اهو. اي حتة كده ما بتطلعش بالمقشة رحت قاعدة كده على الارض وغسلها بالسلكة. ودي برضو جنب دي اللي انا بقول لكم بحط عليها الزيت والسمنة والكلام ده. فهي دايما بيجي عليها دهون برضو من البوتاجاز، لان هي لازقة في البوتاجاز وهي فيها الانبوبة من جوه. يعني ده مكان الانبوبة، لو انتوا شايفين خرطوم الانبوبة فهي فيها من جوه. وغسلت برضو الرخامة دي عشان كان عليها دهون. وزقيت كده البوتاجاز. كان عندي طبق ده كان مكسور من فترة، كنت فاكرة ان انا لميت الازاز بتاعه اللي اتكسر، بس طلع ان هو تحت البوتاجاز. فشلته كده رميته. وبعمل برضو من مقش اهو. همسح بقى المية اللي مش نظيفة دي وارش كده مية نظيفة تاني. انا قلبت كمية مية في الفيديو ده مش هقول لكم كمية مية كبيرة بصراحة. همسح كده بقى اهو. شايفين النظافة؟ نظافة حلوة والله يا بنات، والله العظيم النظافة حلوة. يعني انا تعبت في الفيديو ده بس ارتحت نفسيا من بعد ما خلصت. انتوا مش متخيلين انا بقيت ادخل المطبخ وانا مبسوطة. يعني كنت الاول بدخل وانا مش مبسوطة عشان منظره، بس حاليا بقيت ادخل وانا مبسوطة. همسح بقى كل المية اللي مش نظيفة دي اهو الاول، وبعد كده ارش مية نظيفة تاني وامسح تاني. شايفين انا كنت ماشية كده بقلب مية واقلب صابون ويا دوب اشد بالمساحة.
فحاجة حلوة لما يكون في البلاعة دي في المطبخ بصراحة. هي حلوة بتسهل عليك ان انت تقلبي مية براحتك وتمسحي براحتك. طبعا اي حاجة بقى ايه، البلاعة كده كده لها مصفى، فاي حاجة كده انا كنت بشيلها بايدي عشان ما تنزلش في البلاعة. ده كده بقى منظر المطبخ بعد ما خلص، شايفين عامل ازاي؟ شايفين الارضية بتلمع والرخامات بتلمع والاجهزة كلها دعكتها كده فكلها كانت بتلمع. حتى الظرف بتاعة المطبخ كانت بتلمع بعد ما كانت والله مش كانت نظيفة بصراحة. يمكن انتوا مش هتشوفوها في التصوير، بس انا كنت شايفاها. فكل حاجة كانت نظيفة ازاي. طبعا انا شلت فيشة التلاجة وفيشة الفريزر، شلتهم على ما ينشفوا يعني عشان مش هتكهرب وكده. هنا بقى هبتدي ان انا ارجع كده الارفف تاني في التلاجة اهو. شايفين الحاجات بترجع وهي نظيفة وشكلها حلو ازاي؟ راحة نفسية خطيرة. اللي ارتاح نفسيا في الفيديو ده يحط لي كده لايكات كتير عليه، وشجعوني كده. وزي ما بقول لكم انتظروا الجزء التاني من الفيديو ده، نفس الفيديو، هو نفس اليوم ونفس الوقت، بس الفيديو كان هيكون طويل خالص يعني، ده 27 دقيقة يا دوب. فالتكملة بقى ان شاء الله تنزل لكم بكرة. هنا برضه هرجع كده العيون اهو البوتاجاز. كل طبعا شايله برضو فيشه البوتاجاز عشان خاطر بيكهرب لما بغسله زي كده وقبل ما ينشف بقى اجي استخدمه كهربني قبل كده. فانا اتعلمت بقى بروح شايله الفيشه وانا بغسله، ومش ولما اجي اشغله مثلا، انا طبعا طبخت في نفس اليوم، هينزل لكم بكره ان شاء الله بقيه الفيديو. فانا طبخت عليه بعد ما انتوا شايفينه حلو كده، طبخت عليه. كنت بطبخ وانا بعيط فكنت بشغل كده الاشعال الذاتي وبقفل.